حكايه قديس وشهيد. عارفين ان بابا كرولوس كان كاتب وصيه؟ الوصيه كان بابا كرولوس بيقول فيها اني لما تنيح الجسد بتاعي يكون موضوع في دير ماري مينا مريوط عنده حبيبه ماري مينا. لكن اللي حصل انه محدش قرا الرساله خالص، فلما تنيح البابا كرولوس فاخدوا الجسد واتصلى عليه في الكاتدرائيه الكبيره اللي هي في دير الامبرويس، وفي الوقت ده وضعوا الجسد المكان اللي فيه حاليا جسد البابا اثناسيوس الرسول. لكن اللي حصل بعد اختيار البابا الجديد وهو البابا شنوده، راح البابا شنوده اول ما دخل القلايه بيبص ليه الوصيه دي، بيبص فيها ليه ان البابا كرولوس كاتب الوصيه بتاعته انه جسده ما يكونش موجود غير في ماري مينا مريوط. لا اتضايق قوي البابا شنوده طبعا من اللي حصل، ان محدش كان قاري الرساله قبل كده، وراحوا قالوا طب هنعمل ايه؟ فكان عيد ماري مينا عدى وقته، فقال خلاص نستنى في عيد ماري مينا السنه الجايه ونطلع جسد البابا كرولوس ونوديه الدير في ايام حفله عيد ميلاد القديس ماري مينا. بعد سنه جم يطلعوا الجسد على ان هيكون شويه عظام اكيد يعني. فلما جم يطلعوا الجسد وكان موجود دكتور اسمه يوسف منصور، وهم بيطلعوا الجسد ليه والجسد سليم مش متحلل خالص كأن لسه متنيح جديد، فاستغربوا طبعا كلهم على اللي حاصل، وجابوا عربيه نقل موتى والجسد هو في السكه وجه في رمسيس. فاجت العربيه عطلت في رمسيس، فمعرفش اللي هو الدكتور يوسف منصور يعمل ايه، علشان كان في الوقت ده البابا شنوده راكب عربيه تاني مش نفس العربيه. فقال طب انا هعمل ايه؟ فلما عرف الشعب اللي في رمسيس اتلم عليهم شعب كتير جدا، وخدوا جسد البابا شالوه وبقوا ماشيين بيه مسافه بعيده لغايه لما راحوا الكاتدرائيه المرقسيه اللي هي في كلوب بيك، وقعدوا يلفوا بالجسد جوه الكاتدرائيه، والكلام ده بيشهد عليه الدكتور يوسف منصور. وبعد كده راحوا جابوا عربيه تاني وخدوا فيها الجثمان وطلعوا بيها لدير ماري مينا مريوط. ولما جوا علشان هناك برضو يشوفوا الجسد فقالوا لا نتاكد من الكلام ده، فتحوا الصندوق ولقوا انه الجسد سليم زي ما هو مش متحلل خالص. الدكتور يوسف يواقيم كان دكتور كبير جدا في مصر، فكتب شهاده يقول فيها ان جسد البابا كرولوس سليم زي ما هو مش متحلل خالص، والشهاده دي موجوده في المزار هناك حاليا. وبركه القديس العظيم البابا كرولوس تكون معنا، ولربنا المجد الدائم للابد امين.